بسمة أحمد محمد، إدارية إقليم الجزيرة للمرأة الشابة. طبعا احنا كمرأة شابة قمنا بهذا العمل، مشروع صغير برد شقرة الشرقي. قمنا تصنيع كمامات، وحاليا انتاج كويس. اول انتاج كان عندنا 850 كمامه. الانتاج تم هاي الانتاج خلصنا اول شيء منه. طبعا نسقنا مع وزاره الهيئه الصحه، عقمنا، وكمان اليوم جبنا لنوزع على الشعب. راح نوزع كمان هون بالاحياء، بالكلاسه، بالناصره. كونه اكتشفت الحالات والهي، قلنا اليوم كمان رح نبادر، رح نوزع كمان على المدنية. عم نشوف بآخر هاي الفترة كمان صارت احتكار هالشغلات، هاي الكمام والتجارة. وهي احنا كمان اتحاد مرأة شابة قمنا بهاي الانشاق، ان نقوم بهاي الفكرة وهي كمساعدة للشعب. واحنا كمرأة شابة راح نقوم على عملنا مهما يكون، يعني اذا كورونا ولا اي شيء، وراح نوقف عن عملنا، راح نستمر بعملنا. نطالب الاهالي انه يلتزموا بهذا الشيء كمان، انه عم نكتشف حالات احنا كمان كنا مستهونين مثل ما الدول الثانيه كمان استهونت بهذا الشيء، وهلا نشوف الحالات عم تزداد. يعني نتمنى كمان من الاهالي يلتزموا بهاي الحظر. راح تكون ان شاء الله مده فتره قصيره وراح تخلص، وراح نرجع لوضعنا الطبيعي، وواحد ما يخاف من هذا الشيء. وان شاء الله هي انه ما راح يكون، بس الالتزام بالبيت يعني راح يكون. عدد الكمامات 850 كمامه، وهلا كمان المشغل بانتاج جديد. بس هلا حاليا كانه بهالفتره راح نوزع هاي الانتاج، وكمان هلا المشغل مستمر وراح ننتج. كل ما ينتج عندنا كمان راح نوزعها بشكل مجاني. هاي اتحاد مرأة الشابة قامت فيه، هاي بشكل مجاني راح نوزعه. بالدعم كانت الهيئة شباب الرياضة، دعموا هاي الفكرة لاتحاد المرأة الشابة، وقمنا بهذا العمل. المشروع صغير هو كان، بس كمان شغل عمل ناجح يعني ان شاء الله.